مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية وأستهلها بالعناوين. عمليات جراحية للحروق والعظام في مستشفى حلب. تقييم نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في الإقليم الأوسط. إشادة بالمحاكم الأهلية في كندع. متمردو الكونغو يرفضون اتفاقا لوقف إطلاق النار أقره قادة أفارقة. الرئيس الصيني يعقد محادثات مع نظيره الكوري. إيران ترسل وحدات مدرعة وقوات خاصة إلى مناطق كردية بالعراق. السلام عليكم ورحمة الله. يجري أطباء إريتريون وألمان عمليات جراحية للمصابين بالحروق وكسور في العظام والإعاقة الطبيعية في مستشفى حليبة. وأوضح المدير الطبي لمستشفى حليبة الدكتور لؤول بانتيرغا لوكالة الأنباء الإريترية أن العمليات الجراحية تجرى للمصابين بالحروق وكسور العظام جراء الحوادث المرورية ومصاعب العظام والعضلات الخلقية. وقال أخصائي جراحة العظام والعضلات الدكتور سلمون صقاي أن العمليات تجري لإنقاذ الأطراف من البتر، موضحا بأن أطباء مؤسسة هامرفورم يعملون في نقل المعرفة إلى جانب الدعم الطبي. وذكر خبير طب الحروق والجراحة السيد كسة برهاني ومسؤول قسم الحروق السيد فاسيل قبرو إجراء 92 عملية جراحية طويلة من 161 مريضا أجريت لهم الفحوصات الطبية، منادين المصابين بالحروق للتوجه السريع إلى المستشفى. وأوضح الأطباء الألمان أعضاء مؤسسة هامرفورم أنهم يقدمون الخدمات المهنية وتبادل الخبرات ونقل التقنية في إريتريا منذ عام 2001، مؤكدين مواصلتها مستقبلا بالقدوم إلى إريتريا مرتين في السنة. وأشار السيد نقاسي قالت الذي أصيب بحروق جراء حادث كهربائي في جوبا في جنوب السودان أن الرعاية الصحية التي وجدها أحدثت تغييرا ملحوظا في صحته. قيم مكتب التعليم في الإقليم الأوسط نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2021-2022 في اجتماع عقده يومي 24 و25 من نوفمبر. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ بلاي هبتقابر في افتتاح الاجتماع إن نسبة النجاح 70.2% المسجلة هذه السنة أظهرت زيادة مقارنة مع السنوات الماضية، ويجب العمل بقوة لرفع النتيجة. وذكر مسؤول فرع متابعة امتحانات الشهادة المتوسطة الأستاذ ساميوم كبرون في التقرير الذي قدمه نجاح 9934 طالبا من الجالسين للامتحانات البالغ عددهم 14158 طالبا، 68.3% منهم طالبات. وشرح المميزات والقصور، وحث المدارس التي حققت نتائج جيدة للحفاظ عليها والدفع بها قدما، وبذل المدارس التي أظهرت ضعفا بذل الجهد لتحسين نتائجها، وطالب باتخاذ الخطوات لتصحيح الأخطاء لتمكين الطلاب من الانتقال إلى المرحلة القادمة باكتساب القدرة والكفاءة الجيدة. وقدم مسؤول مواصفات امتحانات الشهادة المتوسطة في قسم التعليم العام سيد هبتي أسفاه توضيحا حول النتائج على مستوى البلاد والإقليم، مشيرا إلى أن النجاح زاد بنسبة 5.2% عن العام السابق. من جانبها أوضح المدير العام لقسم التعليم العام السيد موسى نايب أن التقييم يحمل جميع الجهات المعنية والشركاء مسؤولية واضحة، داعيا لبذل الجهود الجادة لنتائج وكفاءة أفضل وتعزيز أولياء الأمور والطلاب والمعلمين لدورهم. أعلن الاتحاد الوطني للمرأة في التقييم الذي أجراه يومي 23 و24 من نوفمبر في مدينة باراندو تنفيذ مهام فاعلة لتقوية التأطير ومكافحة العادات الضارة. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة يحدقا يوهنس في التقرير الذي قدمته تنفيذ أنشطة توعية بالتعاون مع الشركاء لمكافحة العادات الضارة عامة وزواج القاصرات وختان الإناث على وجه الخصوص، ورفع مشاركة الإناث في التعليم وتنظيم التدريب لتطوير قدرات المرأة.
وقالت إن رفع إيرادات فرع الاتحاد وضمان مصادر الدخل للعضوات من العمل الذي يحتاج المزيد من الجهود. وذكرت مسؤولات الاتحاد في المديريات تحقيق نتائج مرضية من السمينارات وأنشطة التوعية لرفع الوعي في أوساط المجتمع، مؤكدات العمل لرفع إيرادات الاتحاد. وقدمت في الاجتماع محاضرة حول حل ضغوطات العمل وإدارة المال وحفظ الوثائق. تقوم المحاكم الأهلية في مديرية جندع بأعمال مشهودة لحل القضايا عبر الصلح. وأوضح السكان أن الشعب الإريتري يمتلك قيم وأعراف حضارية لحل القضايا بالصلح، وللمحاكم الأهلية دور كبير في استمرارية هذه القيم وإبرازها. وذكروا مصاعبهم السابقة قبل إقامة المحاكم الأهلية لحل قضاياهم، مشيدين بخدمات المحاكم الأهلية للنظر في القضايا عن قرب وبقضاة انتخبوهم. وأفاد قضاة المحاكم الأهلية بأن هذه المحاكم لها سلطة النظر في القضايا في الممتلكات المتحركة بقيمة 100 ألف نقفة والثابتة بقيمة 150 ألف نقفة، وإن أغلب القضايا يتم حلها بالصلح. وتوجد في مديرية جندع 7 محاكم أهلية في 17 ضاحية. يقوم سكان ضاحية نفاسيت في مديرية جندع بأنشطة نفير تنموية لحماية التربة وحفظ المياه، ويشمل العمل إزالة الصخور من طريق أسمر مصوع وإزالة الطمي من المجاري المائية. وأوضح مدير ضاحية نفاسيت السيد حسن محمد حسن مشاركة أكثر من 300 فرد يوميا في النفير الذي يستمر منذ بداية شهر نوفمبر، مشيدا بدور العاملات في حراسة المحمية. وأشار إلى نمو حوالي 20 ألف شجرة من جملة 30 ألفا زرعت عامي 2021 و 2022، موضحا القيام بأعمال بناء المدرجات والحواجز المائية وإعداد الحفر للتشجير. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت حركة 23 من مارس المتمردة في شرق الكونغو أنها غير معنية باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في لواندا، مطالبة بحوار مباشر مع حكومة الكونغو. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية ذكر المتحدث السياسي باسم الحركة لورانس كانيوكا إن الحركة علمت بهذه الوثيقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. لم يكن أحد مشاركا في هذه القمة، وبالتالي فنحن لسنا معنيين بها فعلا على حد تعبيره. واستضافت العاصمة الأنغولية لواندا قمة مصغرة شارك فيها رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيكسيدي، وغاب عنها نظيره الرواندي بول كاغامي الذي ناب عنه وزير خارجيته فينسان بيروتا. وعقدت القمة في ظل ارتفاع مستوى التوتر بين الكونغو الديمقراطية وجارتها رواندا على خلفية القتال العنيف الدائر بين الجيش الكونغولي ومتمردي حركة 23 من مارس شرقي البلاد. وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم هؤلاء المتمردين، وهو ما تنفيه الأخيرة. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في بكين استعداد الصين لتعميق الثقة السياسية المتبادلة وتوسيع التعاون مع كوبا. وأضاف الرئيس الصيني أن الصين مستعدة باستمرار لتعميق الثقة السياسية المتبادلة مع كوبا وتوسيع التعاون العملي ودعم بعضهم البعض بحزم في الأمور المتعلقة بالمصالح الأكثر أهمية للآخر، وتعزيز التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية والإقليمية. وقال شي أن دياز كانيل هو أول رئيس دولة من منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي تستقبله الصين منذ انعقاد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني الشهر الماضي، ما يبرهن تماما على الصداقة الخاصة بين البلدين والحزبين. أوضح شي أن الصين ستواصل الدعم القوي لكوبا في الدفاع عن سيادتها الوطنية ومعارضة التدخل الخارجي والحصار. بعد قصف استمر أياما، قررت طهران إرسال وحدات مدرعة وقوات خاصة إلى مناطق كردية في العراق بهدف منع تسلل إرهابيين من العراق المجاور، وفق توصيف قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد باكبور.
وكان القائد العسكري نصح سكان المناطق الواقعة على مقربة من المناطق المتاخمة لقواعد المجموعات الإرهابية بإخلائها حتى لا يصابوا خلال عمليات الحرس الثوري. واستهدف الحرس الثوري مرتين منذ الأحد بالصواريخ والمسيرات المفخخة قواعد تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية في كردستان العراق. وتتواجد مجموعات كردية إيرانية تتهمها الجمهورية الإسلامية بشن هجمات على أراضيها في العراق منذ الثمانينيات. خطف مسلحون نيجيريون ما لا يقل عن 60 شخصا معظمهم من النساء في منطقة نائية بولاية زنفارا الواقعة شمال غربي البلاد أثناء حفل ديني وفق رواية سكان محليين. وتنتشر العصابات المسلحة في جميع أنحاء شمال غربي نيجيريا، حيث تعمد إلى السرقة أو الخطف من أجل الحصول على فداء، ويتزايد العنف مع فشل قوات الأمن في وقف الهجمات في كثير من الأحيان. وأثار ذلك مخاوف بشأن ما إذا كان سكان المنطقة سيتمكنون من التصويت في انتخابات فبراير الرئاسية لاختيار خليفة للرئيس محمد بخاري الممنوع دستوريا من الترشح مرة أخرى. وأفاد بأن 19 شخصا قتلوا عندما هاجموا مسلحون بلدة ريوجي بمنطقة زورمي الحكومية المحلية في زنفارة والمتاخمة لكاورا نامودا. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء أعود فأذكر بعناوينها. عمليات جراحية للحروق والعظام في مستشفى حليمة. تقييم امتحانات الشهادة المتوسطة في الإقليم الأوسط. إشادة بالمحاكم الأهلية في جندع. متمردو الكونغو يرفضون اتفاقا لوقف إطلاق النار أقره قادة أفارقة. الرئيس الصيني يعقد محادثات مع نظيره الكوبي. إيران ترسل وحدات مدرعة وقوات خاصة إلى مناطق كردية بالعراق. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.